لازم تعرف بالله احنا دلوقتي اصلا في عصر حاجة اسمها عصر التكنولوجيا، عصر السوشيال ميديا، عصر العملات الرقمية، وعصر الذكاء الاصطناعي. انت عشان تاخد بالك من كل المعلومات وكل حاجة اللي بتحصل دي لازم تطمن على دماغك. اصل انت دلوقتي مثلا مش عارف تفكر، حتى مش عارف تقترح على نفسك حاجة، مش عارف تفكر في مستقبلك، مش عارف تحدد اهدافك. ده انت حتى لما بتيجي تطلب طلب من حد ما يعرفش يساعدك، يقول لك ايه، روح يا عم قول لي الشات جي بي تي، روح يا عم قول لي الجيميناي، روح يا عم قول لي لاي مجال ذكاء اصطناعي هيساعدك. انت كده يا حبيبي بتقفل على دماغك وبتقفل على تفكيرك، علشان احنا كده وصلنا الى مرحله اسمها مرحله البرين روت، اللي هي بقى مرحله البرين روت. مرحله البرين روت دي اللي هي المرحله القصوى من مرحله تعفن الدماغ. الأنسجة العضلية والأنسجة العصبية هي المرحلة القصوى والمرحلة المتقدمة في الصدى اللي بيجي خارج أنسجة المخ أو داخل أنسجة المخ. بالمفهوم العلمي إن هي دي بتكون الطبيعة بتاعتها هي اللي بتقوم بتلف أنسجة الخلوية والأنسجة العضلية والأنسجة العصبية. بتدمر بعض الأنسجة نتيجة الصدى اللي دخل المخ من حوالين الالتهاب الشديد اللي جاي من الظروف المحيطة بيك. يعني أنا قاعد بتكلم عن السوشيال ميديا، ده طب انا هروح اشوف انا بقى عندي كام على اليوتيوب، هروح اشوف انا جالي كام لايك على التيك توك، هروح اشوف كام اشعار جالي على الانستجرام. فانت الظروف بتجيلك هنا والظروف بتجيلك هنا، انت بقى هتعرف تصرف ما بين الاتنين. أول مرحلة بقى تعفن الدماغ اللي بيبدأ فيها النسيج العصبي لوحده كده يبدأ يتحلل ويبدأ يموت نتيجة الصدى اللي دخل من الظروف المحيطة بينا بعصر التطورات الرقمية المرتبط بكذا حاجة ممكن تعصلك الدنيا. ده نتيجة صدى، فكده النسيج الخلوي أو النسيج العصبي يبدأ يتحلل ويموت. يا عبقري، عايز تعرفنا ان مرحلة تعفن الدماغ هي المرحلة اللي بتعمل الكبت وبتعمل الغضب وبتعمل الانعزال ما بين الشقين؟ يعني ايه؟ يعني انا ممكن دلوقتي اكون شعران بالوحدة، شعران بالاكتئاب نتيجة تعفن الدماغ. إدمان العادة السرية أو إدمان الأفلام الإباحية نتيجة الحاجة اللي أنت بتربطها بمرحلة تعفن الدماغ. إزاي يا صاحبي؟ تعال أعرفك. مرحلة تعفن الدماغ لما أنت بتشاهد حاجات وحشة ممكن تروح تشترك فيها نتيجة لتعفن دماغك بالحاجة المرتبطة مثلا بالرقص اللي أنت بتشوفه على منصة التيك توك، بالرقص اللي أنت بتشوفه على منصة اليوتيوب، بالمشاهد والمقاطع اللي احنا مش بنحب نشاهدها. لكن هي دي المرحلة اللي بتوصلك ان انت دماغك تبدأ تتعفن والنسيج العصبي يبوظ والنسيج العضلي يبوظ والنسيج الخلوي يبوظ، حتى المخ بيبوظ. والعقل اللي هو وظيفة من وظائف دماغ العقل البشري حتى هو كمان بيتدمر. انت بقى عندك القدرة أصلا اللي أنت تتعافى من الحاجات اللي أنا بقولك عليها. طب إزاي تجيلي القدرة؟ القدرة تجيلك على حسب مدى استيعابك ومدى فهمك ومدى استرجاعك للمعلومات السابقة اللي أنت تقدر تتخزن بيها. بس أنا عايز أعرفك حاجة، الاستثمار مع ربنا ونتيجة الشفاء مع ربنا بتكون أعلى من تدخل أي دكتور. عارف ليه؟ لأن ربنا هو المولى، ربنا هو اللي طالب مننا إن احنا نجمد ونتعب ونشقى علشان نعرف احنا عاوزين ايه. هل مرحلة تعفن الدماغ مرتبطة بالكلام اللي انا بقوله ده؟ اه طبعا مرتبطة بالكلام اللي انا بقوله ده. عارف هي مرتبطة ليه؟ تعالى اعرفك تاني. دلوقتي لما انا بتكلم عن ادمان الافلام الاباحية، ادمان العادة السرية، ادمان مثلا ان انا اشوف مقاطع فيها رقص، ادمان ان انا اشوف فيها مقاطع وحشة، ده بيوصلك الى مرحلة تعفن الدماغ. ما بتقدرش توصل للمكانة اللي انت محتاجها، ما بتقدرش توصل للنتيجة اللي انت عاوزها. عارف ليه برضو يا صديقي؟ تعالى اقول لك ليه. صلى على النبي عليه افضل واتم الصلاة والسلام. يلا بينا. انت دلوقتي مفكر ان تعفن الدماغ بيجي نتيجة ايه؟ اللي انا مثلا كده اروح اعمل فيديو على التيك توك، ما كل الناس بتعمل على التيك توك وكل الناس بتعمل محتوى على اليوتيوب. بس اقولك على حاجة، نتيجة القيمة المتمكنة والقيمة اللي فيها معلومة في دقيقة أو معلومة على الماشي أنت بتقدر يا حبيب قلبي تستفاد منها
وما بتطلعش تعمل بقى حاجات اصلا ملهاش لازمة، وهي اصلا كل الناس بتدور على الترند وكلاب الترند، واي حد بيخش المحتوى ده ويعمل فيها ان هو ممثل، يبقى هو ده اصلا ولا بيعرف يمثل ولا بيعرف يتنيل، لان انت مش محدد المكان اللي انت عايزه بالطريقة اللي انت عاوزها. فانا بقول لك ابعد عن اي حاجة وحشة تقدر تعفن دماغك، لان تعفن الدماغ انت اصلا ما بتقدرش تفكر في اهدافك المستقبلية، ما بتقدرش تحدد تفكيرك. انا قلت لك واقولها لك تاني، عايز تتعافى ركز مع ربنا، ادي دي كلمة عايز اقول لك عليها. طب لو ما ركزتش مع ربنا وبطلت الحاجة دي، انت مش هتعرف تبطل الحاجة اللي انت بتعملها غير لما تركز مع ربنا، لان ربنا بيفتح لك ابواب الواسعة وابواب الرزق وابواب الصحة. تعفن الدماغ نتيجة للأساليب المنطقية اللي بتحدث في العصر الحديث. انت المفروض تعمل ايه؟ يعني انت المفروض تستخدم الموبايل بدل ما انت بتستخدمه 12 ساعة، انا هستخدمه 6 ساعات 5 ساعات في اليوم. ده غير لو انت شغلك في الميديا كتير والكلام ده كله. ما ينفعش اصلا وانت نايم تحط التليفون جنبك او تحط التليفون تحت المخدة، لان انت لما بتحطه تحت المخدة او تحت التليفون انت اصلا مش بتستفاد من المعلومة اللي بتوصل لك يا حبيبي. يعني انت اصلا مش مركز ان انت ممكن تظهر لك فيديوهات تقدر تفيدك انت في الاخر. طب هي هتفيدك ولا مش هتفيدك دي مش بتاعتنا، اهم حاجة انت مركز في ايه. وكتير من الناس اللي هتشوف الفيديو ده ممكن يزعلوا مني في حاجات كتير، بحيث ان انا عندي عدد مشتركين قليل، بس انا بتكلم في الصح وبتكلم في اللي انت فاهمه. لو وصلت نهاية الحلقة، اوعى تنسى اللايك والاشتراك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولازم تاخد بالك من حاجة، تعفن الدماغ نتيجته ان انت بتعمل حاجات وحشة لنفسك وبتدمر بقى صحتك. فانا بطلب منك ما تعملش زي الناس التانية. السلام عليكم.